سمعت انك ممكن تاكل دهون وتخس. في ناس فعلا خست بالكيتو، بس في ناس تانية جالها مشاكل جامده. السر مش انك تبدا، السر انك تعرف ازاي تعمله صح وايه اللي ممكن يضرك. انا محمد ابو شنب، اخصائي تغذيه علاجيه ورياضيه، وهنفك لك موضوع الكيتو دايت ده واحده واحده. ازاي تدخل مرحله الكيتوزيس من غير ما تعاني من حاجه اسمها الانفلونزا الكيتونيه اللي بتخوف ناس كتير. الكيتو باختصار هو نظام بتاكل فيه دهون كتير، بروتين متوسط، كربوهيدرات قليله جدا اقل من 50 جرام في اليوم. الجسم بدل ما بيعتمد على السكر للطاقه بيحول الدهون لحاجه اسمها كيتونات ويبدا يحرق منها، وده بيخلي الوزن ينزل بسرعه خصوصا اول اسبوعين، عشان الجسم بيخزن الميه مع الكربوهيدرات. يعني كل جرام كربوهيدرات عليه 4 جرام ميه، ولما بتقطعها الميه والوزن بينزل. واحد، اول حاجه وقف عيش ورز ومكرونه وحلويات تماما. اتنين، اعتمد على الاكل زي البيض واللحوم والسمك، الافوكادو، زيت زيتون، مكسرات، جبنه كامله الدسم. ثلاثة، اول اسبوع ممكن تحس بصداع، دوخه، خمول، ده اسمه كيتو فلو. الحل تزود ميه ورشه ملح وبوتاسيوم ومغنيسيوم. رابع حاجه، تابع نفسك بتحاليل كبد، كلى، دهون الدم قبل وبعد عشان تعرف جسمك بيتاثر ازاي. الاعراض والمشاكل: الكيتو فلو صداع وتعب وامساك، بس بيروح بعد اسبوع لو التزمت بالسوائل والاملاح. ممكن يرفع ال LDL الكوليسترول الضار عند بعض الناس. طب مين ما ينفعلوش الكيتو دايت؟ واحد، ما ينفعش للناس اللي عندها مراره او عندهم مشاكل فيها هتتعب مع الدهون. اتنين، لو عندك كبد دهني متقدم او تليف الكيتو هيضغط على الكبد. ثلاثة، لو عندك مشاكل في الكلى او حصوات متكرره. أربعة، لو مريض سكر نوع أول لازم ترجع للدكتور. خمسة، الحوامل والمرضعات، لأن الطفل محتاج عناصر معينة والكيتو بيقلل حاجات زي الفولات والكالسيوم. ستة، الأطفال والمراهقين إلا لو في متابعة طبعا خاصة بالدكتور. نتكلم على مثال يوم تغذية بالنسبة للكيتو دايت. الفطار ممكن يكون بيضتين أومليت مع سبانخ وأفوكادو. الغداء سمك أو فراخ مشوي مع سلطة بزيت الزيتون. العشاء ممكن يكون لحم مفروم مع خضار سوتيه. أهم حاجة ما تعتمدش على الجبن والسناكس الدهنية طول اليوم، وتسيب الخضار، ساعتها هتبوظ الدنيا. خلاصة، الكيتو أداة قوية جدا، ينفع يخسسك ويحسن مقاومة الأنسولين، لكن لو جسمك مش محتاج ليه أو عملته من غير متابعة ممكن يبوظ صحتك. السر مش في نوع الدايت، السر في إنك تختار الدايت المناسب ليك وتلتزم بيه. ولو عايز نظبط لك خطة كيتو أسبوعين أو شهر على مقاسك، اكتب لي في الكومنتات عايز خطة كيتو. ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو عشان صحتك أهم حاجة. دمتم بخير.